انا بس كنت عايزه اسال الشيخ بس سؤالين. اتفضلي. الاثنين بومبا، الولاد بره عيب. لا ما اتحركتش من مكاني. انا بس عايزه احكي لهم الحكايه من الاول. بس اوام والنبي اي عشان الوقت. هو انت لما بتتكلم بسرعه يعني مش هتاخد الذنب؟ بالراحه يابا عشان نفهم. اقولها لك بالراحه. انا كنت بس بحب واحد معلش كان متجوز. يعني ايه اول مره اسمعها دي؟ يعني هي بتحب واحد واحد بيحبها وانا بروح اقعد معاهم كده. هي حكيت لي بقى على الاولاني، عمرها ما حكيت لي عنك. رحت للشيخ وقال لي اعمل لك قلب واخليه يحبك وهياخد مني 10000 جنيه. كله بحسابه يا بنتي. لحظه، بحسابه ايه حضرتك؟ ما احنا دافعين بره، ندفع تاني. وبعدين وفعلا اديته ال 10000 وطلق مراته واتجوزني. طلق مراته؟ وعشت معاه يعني احلى سنتين في حياتي. انا لو اطول اجيب لك القمر من السماء مش هجيبه. الكلام العجيب. وخلفته منه بنت، وبعدين معاملته اتغيرت معايا وسابني. يخرب بيت الترامادول على اللي بياخدوا الترامادول، العيال مخابره. ورجع لمراته الاولانيه طبعا، وعرفت انها راحت لنفس الشيء. يمكن عشان ايوه عشان انا ما قصديش حاجه، انا بس كنت بقول كلمه عشان في 100 سبب وسبب ممكن تاجي عشان مراته الاولانيه. استني مراته الاولانيه راحت لنفس الشيخ اللي انت رحتي له. وديني من عندك يا الله. اللي انتم معتقدين اللي هو اللي عمل الليله دي. كملي هتتفضلي. مدهش. كمل. ولما رحت للشيخ قال لي ده شغلي واكل عيش. انا عندي العمل بحساب وفكه برضه بحساب واللي عمله برضه بحساب. بس انا عادي ممكن ارجعه لك، بس تاخد منك 30000. لا ده ظلم يا كبير. لا خلاص انت حر. هو ياخد منك كام؟ 30000. ما شاء الله. طب ما تدفعي له ال 30000. المهم اتجوز واجيب ادم مين؟ ده اللي عايزه تتجوزيه؟ لا اللي انا هخلفه. ما انا مش معايا الفلوس فقلت اخد قرض. بدك فكره صايعه يالا. بس في ناس اخد قرض. في ناس بتقول ان القرض حرام، بس لو حاجه ضروريه مش حرام. انا ما خافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. قلبك عامر بالايمان. في ناس بتقول ان القرض حرام، بس لو حاجه ضروريه مش حرام. واقف مصدوم في مرايتي، حبايبي اللي قتلوني في حكايتي بحاول اخبي دموعي. بس لو حاجه ضروريه مش حرام. جدع. ده فاضل ايه تاني؟ ما معكيش طبله؟ استني. ثواني، هو انت بتسالي القرض حرام ولا لا؟ لا هو القرض اصلا يعني قالوا لي لو حاجه ضروريه يبقى حلال. صح يا ابني الايه؟ صح، برافو. هو انت حاسه ان وانا عايزه ارجعه البيت وبنته ويسيب الثانيه. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخه؟ ايه بقى يا شيخه؟ اذا كنت انت اصلا خدتيه من بيته وعياله. انا مش عايز اشتم، بس انا ما عملتش حاجه حرام، ده عشان يتجوزني، ده حلال. انت مقتنعه يعني؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. يا خبر اسود، يا خبر اسود على الجبروت بتاع الستات. انا بس كنت عايزه انجز في القرض قبل رمضان عشان الحاجات دي ما بتتعملش في رمضان. فانا هروح اعمل القرض عشان اديهم له ولا استنى بعد رمضان؟ انت حد مأجرك عليا يا بنت؟ والله يا دكتور ده اللي حصل. انت بتتكلمي بجد؟ والله انت بجد طب شكرا يا ايه.